السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الغاليين حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل البرسيل جل الحلو القمر التقيل اللي كله لزوجة كده، القوي على اي اتساخات في هدومك، في هدوم الولاد. بصي، اي بقع عندك هيشيلها. وعملناه من ايه؟ يعتبر ببلاش، مكونات بسيطة جدا. التكلفة لا تذكر، حوالي ما كملناش 6 جنيه تكلفة كمية البرسيل دي كلها. وتعالوا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله. ويلا حبايب قلبي اقول لكم انا عملته ازاي. انا عندي هنا 400 جرام من بشر الصابون. الصابون ده الصابون البلدي اللي اصلا عاملينه من ايه؟ من الزيت المستعمل اللي طالع عينه من الآلية، وبنصفيه كويس ونعمله نحوله لصابون، صابون صلب. وبعد كده بعد ما بينشف او بناخده يعدي بس فترة الحضانة بتاعته، بناخده نبشره بشر ناعم زي ما انتم شايفين كده. اللي عايزة اقول لك، لما تعملي الصابون الصلب بأي مكونات، نتيجة عايزة تعرفي النتيجة ان هو طلع صابون كويس يعني وحلو فعلا، جودته عالية في البشر. لما بتيجي تبشريه لو اداكي بشر ناعم كده، عامل زي يعني السكر الناعم قوي، تبقى كده الصابونة دي كانت معمولة تمام ومعمولة كويس وجودتها عالية جدا. زي ما انتم شايفين بقى، انا خدت بشر الصابون كده 400 جرام. تقدروا تشوفوا الصابون ده عندي على القناة اللي هو الصلب دوت. خدت 400 جرام من بشر الصابون، نزلت عليهم ايه؟ حوالي كوباية كبيرة من المية المغلية. لازم تكون مية مغلية عشان الصابون يدوب معايا كويس. بصوا برضو لما بتحطي مية مغلية بيساعدك في ان الصابونة تدوب حلو زي ما انتم شايفين كده، وما تاخدش وقت معاكي. المهم ما تنزليش بالمية مرة واحدة عشان ما تبردش معاكي وايه، والصابونة ما تدوبش كويس. ركناها كده على جنب. طبعا لما بتلاقيها دابت والمية بردت ومحتاجة مية، بتحطي كمان شوية مية صغيرة يعني، بس ما تزوديش في الاول الميه المغليه. ركناها على جنب، وجبت الطبق ده كده، حطيت فيه ايه؟ 100 جرام من المسحوق العادي. اي مسحوق عادي عندك هتشتغلي بيه. حطينا عليهم ايه؟ حطينا معلقتين كربوناتو، معلقه ملح ليمون، معلقتين زهره بيضه. دي المكونات اللي هنشتغل بيها ونحطها اضافات للصابون عشان نعمل احلى برسيل جل اللي انت شفتيه في الاول ده وقوامه الحلو ده. دوبنا ايه؟ 100 جرام من المسحوق العادي اي نوع، وحطيت عليه معلقتين كربوناتو، معلقتين زهره بيضه، ومعلقه ملح ليمون عشان انا هستخدمه في الغساله العاديه. فمعلقه ملح الليمون هتقلل لنا الرغوه لاقصى درجه ممكنه. واحنا مش عايزين حاجه تعمل رغوه في الغساله العاديه. هبتدي ان انا اقلب كده وادوب فيهم. طبعا انا دوبتهم في ميه مغليه، بتنزلي بكوبايه من الميه المغليه وتدوبي فيها ال 100 جرام. اقول لكم تاني، ال 100 جرام مسحوق عادي اي نوع، ومعلقتين كربونات، ومعلقتين زهره بيضه، ومعلقه ملح ليمون. دوبي فيهم وقلبي فيهم كويس، وركنتهم كده. وهرجع اقلب تاني في الصابون الصلب اللي انا دوبته في الميه المغليه اهو. ده كويس جدا. هروح منزله عليه اللهم صل على النبي، المسحوق والزهره البيضاء والكربوناتو وملح الليمون. وهبتدي ان انا اقلب كده. الرواسب اللي باقيه في الطبق دي هحط لها شويه ميه مغليه تاني، وهرجهم كده وانزل بيهم برضو على الصابون. قلبي بقى كويس، قلبي حلو قوي. كل ما تقلبي هتلاقيه ابتدى يتقل. احنا لسه هنحط اضافات تانية. المهم يا جماعة، أهم حاجة في صناعة أي منظفات التقليب. هنا بقى لاحظنا إنها إيه؟ كتل شوية كده من على الوش وزي ما يكون فصل. لا، ما تخافيش خالص، ما بصي ولا حاجة. مع التقليب والمية المغلية هيرجع التكتلات دي تفك تاني وهيتقل، وهتشوفي بنفسك القوام الجميل اللي هنوصل له. المهم أهم حاجة إنك تقلبي كويس قوي. أنا هنا بقلب تاني شوية بالسبتيولا، شوية بالمضرب اللي انا مخصصاه دوت لصناعه المنظفات. نزلت ايه دلوقتي؟ دي كوبايه من اللهم صل على النبي، كلوريكس الالوان. اي نوع كلوريكس برضو عندك، سواء جايباه سايب سواء اللي هو في الازايز، حطي منه كوبايه. حطيت كام يعني؟ او حوالي يعني 150 جرام من الكلوريكس. الكوبايه الصغيره دي بتاخد بتاع 150 جرام من السوائل لانها صغيره شويه. حطيت ايه دلوقتي؟ المج ده برسيل جل.
برسيل جل برضو من السايب من اللي عند الصبانة. بحطه ليه؟ هيظبط لنا القوام، هناخد منه المواد اللي هي مش موجودة عندنا اللي بتبقى في الصبانة. كمان هيعلي جودة البرسيل اللي احنا بنعمله. دول مقدارهم قد ايه؟ المج ده حوالي نص رتل او نص كيلو، انا جايباه سايب من عند الصبانه. حطيتيه، قلبنا بقى كويس، قلبي كويس، هيبتدي القوام يتقل معاكي، ونبتدي بقى ايه؟ نزود ميه. انا هنا زودت كمان رتل ميه من الحنفيه، ميه بارده بقى عاديه، خلاص مش هنحط ميه سخنه تاني. قلبي كويس، اهم حاجه في صناعه الصابون التقليب. هنا كل ما بقلب بلاقيه بيتقل اهو زي ما انتوا شايفين كده، وبيديني قوام جل كده. فحطيت ميه كمان، رتل كمان ميه. الطبق ده خد حوالي كده، دول حوالي 6 رتل من البرسيل. عايزه اقول لكم ان احنا كلفنا ايه بقى؟ حوالي 100 جرام مسحوق عادي خالص، هنقول بخمسة، يعني بكام؟ 3-4 جنيه على نص رتل من البرسيل جل، ب3 جنيه حوالي. وكمان نص وكوباية اللي هو الكلوريكس. يعني كل الموضوع حوالي 6-7 جنيه كلفناهم. عمل لنا ايه؟ كمية البرسيل اللي انتوا شايفينها دي. ولسه هزود كمان، الطبق الصغير ده بياخد 6 رتل. انا هفضيه بقى لانه تقل، وعمال كل ما اقلبه يتقل. ولسه هركنه كمان شوية، هبيته لبكرة عشان تشوفوا القوام. فهيحتاج ايه؟ مية تاني لانه كده تقل. برج هنا، بصوا بقى، برج طبق كده بشوية مية نزلتهم، وهبتدي ان انا اقلب تاني اهو. قلبي بقى على قد ما تقدري، الرغوة دي هتهبط وهتنزل كده، وكل المكونات تندمج مع بعض، وهتاخدي احلى برسيل جل. مكوناته بسيطة وما كلفناش كتير، ولكن ادانا كمية كبيرة من البرسيل. الطبق ده بياخد له حوالي 10 رتل اهو زي ما انتم شايفين كده، او 10 كيلو سوائل. هبتدي اهو، حطيت كمان كيلو او رتل ميه تاني. كوبايه اللي انا بصب بقى الميه دي يا جماعه بتاخد رتل، ادي كمان، يبقى دي كده 8 رتل اهم. واللي كانوا في الطبق الاول 6 رتل زي ما انتم شايفين. بصوا، كل ما تقلبي تلاقيه يتقل، كل ما تقلبي تلاقيه يتقل وعايز ميه اهو. بوريكم بقى القوام، شوفوا كده، لسه هبيته لتاني يوم. شايفين القوام عامل ازاي؟ ولزج، انا حاساه لزج حلو قوي قوي قوي. واداني كميه بسيطه من ما فيش. كلفناه ايه؟ حوالي 6-7 جنيه، 10 جنيه. عملت منهم كل البرسيل ده. بصوا، انا بنزل كده اللي لازق على الكوبايه، لازق جدا. هحط هنا، ابتدي بقى، عايزه تسيبيه لونه كده عادي ماشي، عايزه تدوبي اي لون. ويعني يستحسن ان انت ما تحطيش بقى اللون بودره، لو عندك اللون بودر حطيه في ميه ودوبيه في ميه بقى خارجيه كده، وبعدين نزليه. بصوا يا جماعه، انا نزلت اهو اللون، دوبته في شويه ميه. حطي بقى حتى لو زهرة، لو ما عندكيش الوان من بتاعه المنظفات دي. انا بجيب الالوان دي من الصبانه، اقول له هات ب5 جنيه، ب10 جنيه. بيديكي شويه، بتاخدي منهم كميه بسيطه كده، بيديكي ايه؟ لون حلو تقيل ومركز. او زي ما انت شايفه، ما عندكيش لون، حطي زهره زرقاء منها، هتخلي لك لو غسلتي بيه ابيض هيخلي لك الابيض حلو ومزهزه وكانه مش زهر. لو حطيتيه على في غسيل الالوان مش هيأثر على الالوان، وهيبقى شكله جميل جدا وملمسه ناعم. بصوا يا جماعه، شايفين بقى القوام بقى عامل ازاي؟ انا بقلب كده او لسه هبيته لتاني يوم، وهتشوفوا احلى برسيل جل. حاجه فاخر من الاخر يا جماعه، حلوه قوي قوي. جربوه بطريقتي، وما تنسونيش بلايك حلو زيكم. ما تنسوش تقولوا لي من اي بلد بتتابعوني، وسلموا الله وصلوا على رسول الله. وانتوا بتعملوا حاجتكم هتطلع حلوه وفيها البركه. احنا بنوفر على قد ما نقدر. وهو انا بقول لكم ان انا هسيبه لتاني يوم ونرجع نشوفه تاني. بصوا هنا كده، بصوا تاني يوم بقى عامل ازاي اهو. دول كده طلعوا 8 كيلو او 8 رتل من البرسيل. انا لو عايزاه اخف من كده كنت حطيت كمان رتلين ميه تاني، كان برضو هيبقى نتيجته حلوه. او لانه لما هعبيه في الجراكن كمان كل ما هيقعد هيتقل. او بوريكم، بصوا تاني يوم، شايفين
شايفين القوام عامل ازاي؟ والله العظيم انا غسلت بيه، حطيته في الغسالة مطلعة للغسيل قشطة. شايفين؟ احنا بنتحايل على الاوقات الصعبة وعلى الظروف اللي الدنيا والناس كلها فيها، وبنحاول نعمل البدايل اللي ما تضرش، هتفيدنا ومش هتضرنا. زي ما انتوا شايفين اهو. اهو شوفوا كده، تاني يوم بالليل كل ما تسيبيه بقول لك هيتقل. يعني لو على كده وعبيتيه في الجراكن، كل ما تيجي تاخدي منه للغسالة هتلاقيه قوامه بيتقل معاكي. شايفين؟ حلو قوي قوي، جربيه، ومكوناته بسيطة وسهلة وما خدش وقت خالص، وادانا كمية حلوة. انت لو شارية، شوفي جيركن البرسيل جل 4 كيلو بكام؟ دول بقى ادانا كمية مضاعفة اهو. ما تنسونيش بلايك حلو، وصلوا على رسول الله وسموا الله، ومع السلامة.